السلام عليكم. يشرفني باسم الحزب الاشتراكي الموحد أن أساهم في مناقشة تعديل القانون الداخلي بناء على ملاحظات المحكمة الدستورية، حيث أن البرلمان لا بد من التأكيد على أنه مؤسسة دستورية مهمة يجب أن يصب تعديل قانونها الداخلي في تقوية أدوارها في إطار فصل السلط، حيث لا يجب أن يبقى البرلمان ملحق للسلطة التنفيذية ولا أن يبقى غرفة فقط للتسجيل. في هذا الإطار وضمن المبادئ العامة تم التأكيد على حقوق المعارضة. لا بد من الخروج من منطق الإقصاء إلى منطق الإشراك في إطار احترام التعددية السياسية، لا بالنسبة للتمثيلية النسبية ولا بالنسبة للوقت ولا بالنسبة للإعلام. كيف يعقل أنا برلمانية تكتب الاسم ديالي وتحت مني غير منتسبة؟ أنا أنتسب إلى الحزب الاشتراكي الموحد وأطالب هذا البرلمان، هذه سابقة عمرها ما كانت في برلمانات أخرى ما تكتبش الاسم ديال الحزب. هذا إقصاء ما فوقه إقصاء. ثم هذه المدونة ديال الأخلاقيات راه خصها تسبق في المدونة ديال الانتخابات وتسبق كذلك في قانون الأحزاب، باش ما يبقاوش يطلعوا الفاسدين لهذه الغرفة هذه، باش يمكن لها تلعب الدور الحقيقي في تمثيلية طموحات هذا الشعب في الانعتاق وفي بناء الديمقراطية. وشكرا. شكرا السيدة.